السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، مساء الخير، على حسب انت بتتفرج امتى على الفيديو بتاعي. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن درس دولة البطالمة. يلا يا باشا بقى يا صف الاول الثانوي، استعد يا بطل، احنا خلاص فاضل لنا درسين ونخلص نقضي على المنهج كله. طيب النهارده هنتكلم عن مصر تحت حكم مين؟ البطالمة. درس جميل ممتع، انا بحبه جدا على فكرة، قوي 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 بجد. انا يعني من عشاق الاسكندر اكبر برضو، يعني الناس دي بحبها. طيب نمسك كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا معايا في الدرس بقى كده يا شباب. عندك عندنا اصلا اللي مسك الحكم قبل ما يجي البطالمه في مصر كان عندنا اليونان، على يد مين؟ جم واحد مقدوني يوناني اسمه الاسكندر الاكبر. اسمه يا جماعه تاني كده الاسكندر الاكبر. اسكندر الاكبر ده عمل ايه؟ طبعا اسكندر الاكبر ده كان عايز يعمل امبراطوريه كبيره قوي 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 قوي. الراجل ده كان عايز يخلي العالم عباره عن وطن ايه؟ واحد، وهو اللي يحكمه ويكون فيه امبراطوريه ايه؟ كبيره في العالم تسيطر على ايه؟ على العالم كله. فعمل ايه بقى؟ بيقول لك الاسكندر ده كان موجود فين؟ بص كده معايا، بص يا باشا، حاجه لذيذه قوي. بيقول لك الاسكندر ده كان موجود في بلاد مين؟ اليونان، في قاره مين؟ اوروبا. وكان عايز يسيطر على العالم مين؟ الشرقي. خدوا بالكم مين اللي كان بيحكم العالم الشرقي؟ دوله مين؟ الفرس. الفرس دول كانوا بيحكموا في العالم الشرقي، ماسكين كذا ايه؟ كذا دوله، وحكيت لنا ماسكين بقى بلاد فارس والعراق والهند كمان عندك، وسوريا واسيا الصغرى وفي مصر. فهو عشان يجي يمسك مصر، طبعا مصر هي الاساس، لازم يسيطر على بقيه ايه؟ الاجزاء قبل ما يجي يخش على فين؟ على مصر، عشان يعمل امبراطوريه كبيره. طيب اول حاجه دخل على مين بقى في مرحلته في بناء الامبراطوريه؟ اول حاجه طبعا اتحرك من البحر المتوسط ودخل على مين؟ على اسيا الصغرى. جميل. طب بعد اسيا الصغرى دخل على سوريا. طب بعد سوريا داخل على فلسطين. مش قدامه دولة الا دولة مين؟ مصر. واحنا عارفين يا باشا ان دولة مصر اصلا مين محتلينها؟ دولة مين؟ الفرس. وخد بالك ان الشعب المصري اصلا عامة ما كانش بيحب مين؟ الفرس خالص. ليه ما كانش بيحب الفرس؟ عشان الفرس كان بيعاملوهم معاملة وحشة وكانوش بيحترموا الديانة المصرية. فالمصريين زهقوا بقى خلاص. فأول ما الاسكندر أكبر دخل على مصر رحبوا بيه وحبوه جدا جدا جدا. ليه؟ اللي هم فاكرين إن المصريين اللي إن اسكندر جاي هيخلصهم من حكم مين؟ الفرس. يبقى معايا كده تاني يا باشا. يبقى الاسكندر أكبر عندك هنا بقى، يبقى قبل ما يعمل إمبراطورية قلنا هدفه الأساسي في انتصاراته اللي تحققها على مين؟ قلت لك حقق على الفرس، أو بدأ بمين؟ آسيا الصغرى، ثم مين؟ ثم سوريا، ثم مين؟ فلسطين، عشان يستكمل اخضاع الولايات الفرنسيه لحكمه. عشان يكون امبراطوريه مقدونيه لازم يروح على مين؟ الاساس يا باشا، هي مصر، كل الناس طمعين فيها الحمد لله. فنجح في السيطره على مصر دون قتال. عام كام؟ 332 قبل الميلاد. قبل الميلاد يعني قبل ما يتولد فيه السيد مين؟ المسيح. والسنوات قبل الميلاد لما بتنقص، احنا عندنا في سنوات قبل الميلاد وبعد الميلاد. السنوات قبل الميلاد دي لما بتنقص ده معناه ايه؟ ان السنوات دي هتزيد. يعني معنى ذلك يعني هو قبل ما يمسك حكمه دخل مصر بدون قتال وحارب الفرس، ده معناه ان كده الشعب المصري رحب بمين؟ بالاسكندر الاكبر. طيب فالاسكندر اكبر اخذ لقب، اعطوا له لقب اسمه لقب مين؟ لقب الاسكندر الاكبر. ده يعتبر لقب ايه؟ اللي هو اعظم الفاتحين، وكان من اعظم الفاتحين فين؟ في مصر، وحقق انتصارات ايه؟ مبهره. فسعى الاسكندر اكبر اللي ارضاء مين؟ الشعب المصري. طب وعمل كده ليه؟ قال لك عشان لتثبيت حكمه يا باشا فين؟ في مصر. ما انا عشان اكسب الشعب هتحبني. طب والشعب لما يحبني، لا اقعد عندنا بقى، اقعد كل واشرب كده وامسك البلد يا باشا زي ما عندك. احنا عارفين ممكن الشعب المصري اصلا ممكن يضحك عليك كلمه بكلمه، واحنا غلابه 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 قوي قوي قوي. يبقى تاني، يبقى عمل ايه عشان يرضي الشعب المصري؟
أظهر ولاؤه للمعبودات المصرية على رأسها إله مين؟ آمون. يبقى أظهر ولاؤه للمعبودات مين؟ المصرية. 2 عامل المصريين معاملة إيه؟ حسنة. الأبقاء على النظم مين؟ الإدارية المصرية. بقى على النظام الإداري. النظام الإداري ده اللي هو كان من أيام المصريين القدماء، هو ما غيرش النظام، هو فضل على النظام، فكده كسب مين؟ كده قدر يكسب رضا الشعب مين؟ المصري. يبقى تاني، يبقى يجي يقول لك سؤال هنا، دلل قام الاسكندر الاكبر على ارضاء الشعب المصري. هتقول له عمل ايه؟ اظهر ولاؤه للمعبودات المصريه على راسها اله مين؟ امون. 2 عامل المصريين معامله ايه؟ حسنه. 3 ابقاء على النظم الاداريه المصريه. فعمل ايه بقى؟ طب ما انا عشان اسبب حكم في مصر واربط اعمل عاصمه جديده، فبدا يبني ايه؟ هيبدا يبني مدينه جديده. وقع اختيار الاسكندر على قريه مصريه تسمى مين؟ مدينه راكود. طب بص كده معايا في الخريطه، يلا يا باشا. انت عندك القريه دي موجوده فين؟ القريه دي هنا اهي موجوده في الجزء ده كده، دي القريه، وقدامها جزيره اسمها جزيره ايه؟ فاروس. تسمى ايه؟ قدامها جزيره في البحر تسمى فاروس. فبدأ يبني المدينة على الأساس إيه ده؟ ليه؟ هو ليه بنى مدينة اسكندرية؟ بيجي لك هنا بقى السؤال إيه؟ بما تفسر. ليه بقى مدينة اسكندرية؟ لتكون عاصمة للبلاد تحمل اسمه اسكندر. تاني، تكون عاصمة تحمل اسمه. 2 هو هدف كبير عنده، إنه عايز ينشر، يعني يكون مركز لنشر حضارة مين؟ عايز ينشر الحضارة الإغريقية في العالم. يبقى عايز ينشر حضارة إغريقية فين؟ في العالم. طب الحاجة التالتة كمان هيعمل إيه كمان؟ بص معايا كده، عايزة تكون قاعدة إيه؟ بحرية لتدعيم إيه؟ سيطرته على بحر المتوسط. تاني، يبقى هو إزاي عمل المدينة؟ أول حاجة هو أنت عندك دي مدينة اسكندرية جميلة أهي، جميل، دي بلاد هنا عند أوروبا. هو عايز ينشر الحضارة الإغريقية فين؟ في مصر. دي أول حاجة. 2 عايز تكون قاعدة على ساحل بحر مين؟ متوسط، يبقى تحمل اسمه، تكون نشر حضارة إغريقية. 3 قاعدة بحرية. يبقى كده احنا عرفنا هو عمل ايه في الجزئية دي. طب يبقى كده عرفنا ان اسكندر اكبر عمل اجزاء كبيرة، قدر يسيطر على مصر، قدر ينشئ مدينة مين؟ اسكندرية. طيب الاسكندر اكبر بعد ما خطط المدينة بقى خلاص واتجه، ركز معايا كده، غادر اسكندر من مصر، خلاص مشي من مصر. ليه؟ عشان عايز يروح يكمل مسيرته فين؟ قدام الفرس. ولسه لحد دلوقتي ما استولاش على الامبراطوريه الفرنسيه كلها، لسه في اجزاء مع الفرس. طيب اتجه بعد ذلك، غادر من مصر امتى؟ 331 قبل الميلاد، واتجه راح على فين؟ راح على الشرق. يبقى اسكندر اكبر بعد كده راح على فين؟ الشرق، عشان يحارب مين؟ يحارب الفرس. فانتصر عليهم فين؟ العراق وايران، وبعد كده استولى عليهم فين؟ وتغول بعد كده قاره مين؟ الاسيويه، لحد ما وصل الى دوله مين؟ الهند، وكون امبراطوريه عظيمه اسمها الامبراطوريه مين؟ المقدونيه. يبقى بعد ذلك لما راح الشرق استولى على مين ومين ومين ومين؟ اول حاجه العراق، تاني حاجه ايران، تالت حاجه مين؟ الهند. فكون امبراطوريه مقدونيه. بس الحلو ما بيكملش، توفى الاسكندر اكبر. طب تفتكر لما يتوفى تفتكر يحصل تفكك؟ لا، ما حصلش تفكك. توفى الاسكندر عام 323 قبل الميلاد، تاركا وراه مملكه كبيره متنميه الاطراف، فلم تكن له وريث، ما كانش له وريث. فتم تقسيم الامبراطوريه بين قوته. يبقى من النتائج المترتبه على عقد مؤتمر بابل، خدوا بالكم، هو اجتمع كل قوات الجيش اسكندر في مدينه بابل في العراق، وقسم عقده مؤتمر اسمه مؤتمر ايه بابل عام كام؟ 323. وقسم الامبراطوريه المقدونيه بين كم قوات؟ 3. مين اخذ مصر؟ بطلميوس ابن لاجوس. تاني، مين اخذ مصر؟ بطلميوس ابن لاجوس، وأسس دولة البطلمية. طب مين اخذ سوريا والعراق؟ السلوكيون، وأسس دولة مين؟ السلوكية. طب مين اخذ مقدونيا؟ انتيجونس. اسمه يا شباب تاني؟ انتيجونس. يبقى تاني، يبقى معايا تاني،
يبقى تم تقسيم الامبراطوريه بين 3 قوات. مين اخد مصر؟ بطليموس ابن لاجوس. مين اخد العراق؟ سوريا والعراق السلوكيون. مين اخد مقدونيا؟ انتيجونس. يبقى كده لو لاحظتوا بيجي لك سؤال في الحته زي دي، بص كده معايا. تم تغيير الوضع السياسي في مصر قبل القرن ال14 قبل ما نتيجه ايه؟ تخطيط الاسكندر بالاسكندريه، ولا انعقاد مؤتمر بابل في العراق، ولا توحيد فيليب المقدونية العراق اغريق، ولا استيلاء اسكندر على ايران؟ لا، حصل تغيير سياسي في مصر نتيجه ايه؟ انت قلتي بعد الاسكندر جه عندك مين؟ بطليموس ابن لاجوس. يبقى الاجابه ايه؟ انعقاد مؤتمر بابل. الله ينور عليكم، الله ينور عليكم. يبقى احنا كده عرفنا مين انعقاد. طيب طبعا عارف بقى ايه اللي حصل في بعد ذلك. جت دوله بطالمه في مصر، وانقسمت دولة بطالمة في مصر لكم مرحلة؟ 2. أول مرحلة الأولى اللي هي الازدهار والقوة، الثانية الضعف والانهيار. يبقى الأولى تبدأ من مين؟ بطليموس الأول، الثاني الثالث. أما الثانية تبدأ من مين؟ بالرابع والخامس، وعندك بقى السيس لحد مين آخر واحدة؟ كيلوباترا السبعة. جننت الناس كلها يا كيلوباترا. يبقى مرحلة إصدار والازدهار تبدأ مين؟ من أول لحد التالت. طيب نمسك واحد واحد بقى نتكلم عنه، ركز معايا يا باشا. بطليموس الأول مسك من كام؟ من 223 لحد 284 قبل الميلاد. بينتمي لإحدى مين؟ العائلات المقدونية النبيلة. ده من إحدى العائلات. يبقى إحدى العائلات إيه؟ المقدونية. 2. طب هو عايز يعمل امبراطوريه، هيعمل ايه؟ دخل في حروب كثيره. طب نتيجه لما دخل في حروب لتوطيد ايه؟ حكمه في مصر. حتى على نفسه ملك على مصر عام كام؟ 305. يبقى من النتائج لما دخل في حروب وتر حكمه في مصر. 2. اعلن نفسه ملك على مصر. فلما عمل الملك على مصر كون امبراطوريه مقدونيه بطليميه مركزها مصر. يبقى دخل في حروب. طب لما دخل في حروب ثبت حكمه في مصر، أعلن نفسه ملكا على مصر، عمل إمبراطورية. طب إيه تاني؟ وضع الأسس الإدارية والمالية في مصر، حتى لقب مين؟ الموكس. وهنا يتشابه مع مين؟ اسكندر الأكبر. أيوه، إنه نفس بقى على نفس النظام مين؟ النظم الإدارية في مصر اللي هي أيام المصريين القدماء الفراعنة، ما غيروش في أي نظام. طبعا الحلو بيكملش، توفى بطليموس الأول. فمين مسك مكانه؟ بطليموس الثاني من 284 قبل الميلاد لحد 246 قبل الميلاد. تولى العرش بعد وفاة والده مين؟ بطليموس الأول. عمل مجالات في جميع مين؟ الأحوال الاقتصادية والأحوال الثقافية. يبقى قام نهضة كبيرة في جميع مجالات ايه وايه؟ الاقتصادية والثقافية. الاقتصادية ايه والثقافية. 3. شهد عهد تجارة كبير نحو مين؟ شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر وأفريقيا. ايه ده؟ يعني هو اتجه نحو مين؟ نحو الشرق عشان يعمل ايه؟ برضو يعمل امبراطورية. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ده معلش اسفين على الخطأ اللي حصل. تاني، يبقى هو عمل ايه بقى يا شباب؟ يبقى هو اتجه نحو مين؟ نحو الشرق. نحو مين؟ شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر وقارة أفريقيا لتحقيق مكاسب إيه؟ اقتصادية وعسكرية وسياسية. تحقيق مكاسب إيه بقى؟ سياسية اقتصادية عسكرية. فأصبحت مصر إمبراطورية كبيرة فين؟ في عهده. يبقى هو اتجه نحو الشرق ولا الغرب؟ الشرق. يبقى تولى العرش بعد والده مين؟ بطليموس الأول. عمل نهضة في مجالات مين؟ اقتصادية ثقافية. اتجه نحو مين؟ الشرق في شبه الجزيرة العربية والبحر مين؟ الأحمر قارة أفريقيا لتحقيق مكاسب سياسية اقتصادية عسكرية. فأصبحت مصر إمبراطورية إيه؟ كبيرة. طيب خدوا بالكم إن بطليموس الثاني هو اتجه نحو الشرق، صح ولا لأ؟ حلو، عشان يعمل إمبراطورية، وفعلا عمل إمبراطورية. فأصبحت مصر إمبراطورية كبيرة فين؟ فعلا. وهنا يتشابه مع مين؟ بطليموس الأول. يبقى انت عندك كده في تشابه بين مين ومين؟
بين الاول والتاني في اقامة امبراطورية. يبقى الاتنين قدروا يثبتوا حكمهم فين؟ في مصر. حلو. فجاء عندنا بقى التالت بقى مختلف، من 246 لحد كام؟ 221 قبل الميلاد. عمل ايه بقى؟ تولى العرش بعد والده مين؟ بطليموس الثاني. جميل. طب ده بقى بيختلف عنهم في ايه؟ ده محب لمين؟ للعلم والثقافة، بيتمتع بصفات، لقب مين؟ الخير والصالح. ليه؟ فأحبوه الشعب. ليه؟ لأنه أسقط الضرائب المفروض على الأهالي. خلص على الدنيا. وخدوا بالكم إن ده يتشابه مع مين؟ سيلون. إنه أسقط مين برضو؟ أسقط الديون على شعب أثينا. 2. فتح الصوامع الغلال الحكومية لهم أثناء إيه؟ انخفاض منسوب في فيضان نهر النيل. يبقى لما حصلت أزمة اقتصادية قدر يفتح مين؟ الغلال الحكومية. يبقى لما حصلت أزمة اقتصادية فتح مين؟ مخازن الغلال. يبقى تاني، يبقى مين محب الثقافة والعلم؟ بطليموس الثالث. مين اللي فتح الغلال للمخازن الغلالية بتاعت للشعب؟ بطليموس الثالث. مين اللي لقب بالعلم عندنا والثقافة؟ بطليموس الثالث. طيب بعد بطليموس الثالث تفتكروا بقى الدنيا تبقى ماشية كويسة؟ خالص. هتبدأ الناس تطمع. اللي جم بعد بطليموس هيبدأوا يطمعوا في شؤون البلاد. ازاي؟ المرحلة بقى ضعف انهيار مسكت مين؟ من بطليموس الرابع لحد مين؟ كليوباترا السبعة. ودي يعتبر آخر ملوك دولة البطالمة. بطليموس الرابع مسك من كام؟ من 221 لحد كام؟ 205 قبل الميلاد. يعد عهده هي بداية تدهور حكم مين؟ البطالمة. يبقى بيجي يقول لك بداية عهد تدهور حكم البطالمة في عهد مين؟ بطليموس الرابع. من بعد بطليموس الرابع ده انت ما شاء الله كلهم جايين ورا بعض، الله اكبر. كلهم جايين ورا بعض، كلهم حبايب بعض. بطليموس الخامس مسك من 203 لحد كام؟ 180. توفى بطليموس الرابع اللي هيمسك كام؟ الخامس. وخدوا بالكم ده كان عنده كام سنة؟ 7 سنين، لسه صغير في السن. وده هيمسك لوحده؟ لا، ما كان في وصي عليه. هو مين؟ وزيره. مين وزيره بقى؟ بس وزيره ده كان طماع، اطماع شخصيه ليهم. اجوكلوكليس. ايه ده حتى جاي من اسمه رخم يخرب بيتك. ما هو طماع بقى. اجلس اجوكلوكليس بالوصيه على الملك مين؟ الصغير. ده بقى استغل وهو صغير في السن. طب انا امسك بقى واطمع براحتي. ذكي عشان يحقق مصالح مين؟ الشخصيه. فترتب على ذلك انهيار بلاد ايه؟ سياسيه اقتصاديه، فقد املاكها مين؟ الخارجيه. يبقى اجوكلوكليس كان طماع، ما بيحبش الا نفسه. ليه؟ كان ماسك عشان ياكل لوحده ويشرب لوحده وينهب اللي موجود في الدوله. استغل ضعف مين؟ او استغل مين؟ صغر بطليموس الخامس. فكانت عمتنا مين بقى؟ كليوباترا السبعة. عملت ايه بقى كليوباترا السبعة؟ اخر ملوك البطالمة. تولت العرش مع اخيها مين؟ بطليموس ال13. ال13 غرق في البحر. فلما غرق في حرب اسكندرية طبعا كليوباترا برضو كانت طماعة، وهي تتمتع برضو بايه؟ الاطماع الشخصية. كانت عايز تمسك الحكم لوحدها. دي كمان ايه؟ دي كانت بترسل تكون عايز تكون ملك على روما. يا حلاوتها. راحت لمين بقى؟ يوليوس قيصر. ده كان حاكم روما. وقعته في حبها. فعمل يوليوس قيصر؟ فاجلسها يوليوس قيصر بجوار مين؟ اخيها الاصغر اللي هو مين؟ بطليموس ال14. انت خدي بالك بقى ان دوله البطالمه بدات ايه؟ تضعف. فمين استغل فرصه؟ الرومان. فجاي يوليوس قيصر عايز يسيطر. ومين وقعته في حبها؟ كليوباترا السبعة. بلوى سودة فظيعه، يعني شكلها عاديه. لكن عملت ايه كليوباترا؟ عشان قلت لك ايه؟ طماعه، بتحب تبص على اطماعها الشخصيه. فصمم تخلصت من اخيها. ليه؟ بتجلس ايه؟ بتجلس ابنها مين؟ من يوليوس قيصر معه على ايه؟ العرش. فتخلصت من بطليموس ال14. سمته
ليه؟ عشان هي تقعد. بس هي هتقعد ازاي؟ وخدوا بالكم بقى ان يوليوس قيصر تزوج من مين؟ من كليوباترا السبعة. جميل. وجاب معاها كام ولد؟ 2. فهي كانت بتطمع ان ولادها هم اللي يمسكوا وهي تمسك ايه معاهم. فخلت ايه بقى يوليوس قيصر ايه؟ يحبها. ما هي ذكيه، هي ذكيه، ست ذكيه على فكره. فسيلو في كليوباترا السبعة لما قعدت بقى على العرش مسكت ايه؟ ابنها مسك من يوليوس مين؟ قيصر. وخدوا بالكم ان هي كانت بتخطط عشان تكون قلت لكم ايه؟ ملكه على روما. مش حب في يوليوس قيصر يا جماعه، هي كانت عايزه تمسك ملك على روما. بس الحلو ما بيكملش. ايه اللي حصل؟ تعالى اقول لك اللي حصل. بص يا باشا، اللي حصل بقى ان يوليوس قيصر توفى، اللي هو مين؟ حاكم روما. الله يكون في عونك يا كليوباترا. فتم تقسيم الامبراطوريه بين مين؟ بين قوته. اللي اخذ القسم الشرقي هو مين؟ انطونيوس. واللي اخذ القسم الغربي اكتافيوس. طب وانت كليوباترا وانت ماسكه مصر حبيبتي، بس مين جاي على القسم الشرقي؟ انطونيوس. هتعمل ايه كليوباترا؟ هتوقف حبها هي كمان عشان تكسب هي كمان. فراحت ايه؟ انطونيوس كان راح مصر بقى، راح القسم الشرقي، فخلته ايه؟ يمسك ولادها الاثنين حكم ايه؟ السيد. وعمل بدا يعمل احتفالات وقفه في مصر. فمين عمال التاني ايه؟ اتضايق. اكتافيوس اتضايق. هو كان معجب برضه بكليوباترا، ما تعرفوش؟ ما كان معجب بكليوباترا كمان. لا بنت ما شاء الله مزه، بنت مزه. فمعجب ايه بقى؟ بكليوباترا. فاتضايق بقى وبدا يتنرفز بقى. انت رايح تمسك القسم الشرقي ولا رايح تحتفل ورايح تعمل وتحب ليه؟ فدخلوا مع بعض في معركه، وسميت اسمها معركه ايه؟ اكتيوم البحريه. يا حلاوتك يا باشا. يبقى دخلوا مع بعض في معركه اسمها اكتيوم ايه يا شباب؟ اكتيوم البحريه. المعركه دي كانت عام كام؟ 31 قبل الميلاد. كانت في السواحل. انطونيوس دخل واكتافيوس ايه دخل. طبعا كليوباترا هتقف مع مين حبيبنا؟ انطونيوس طبعا. فالاثنين ايه اللي حصل له؟ اكتافيوس انتصر، وهزيمه انطونيوس وكليوباترا السبعه. فانطونيوس مش عايز يقع اسير في ايدي مين؟ اكتافيوس. فعمل انه ريح دماغه وعمل ايه؟ انتحر. يلا مع السلامه. وكليوباترا لا انا مش عايزه اقعد برضه اسير في ايدي اكتافيوس، فسمت نفسها وانتحرت. يلا بالسلامه. فالنتائج ذلك ايه؟ انتهاء دوله مين؟ يبقى كده انتهت دوله مين؟ البطالمه. فاصبحت مصر ولايه رومانيه عام كام؟ 30 قبل الميلاد. يلا بالسلامه. خلاص الرومان دخلوا مصر بسبب غباء كليوباترا. الحمد لله. عاملين يحبوا فيكي يا كليوباترا وسايبين الدنيا تولع ما شاء الله. تعالوا نكمل بقى. حصل ايه بعد كده؟ يبقى احنا كده عرفنا ان معركه اكتيوم بحريه. قلنا النتيجه ايه؟ ان اصبحت مصر ولايه رومانيه بعد انتحار مين؟ كليوباترا وانطونيوس. طيب نيجي بعد كده بقى نشوف ايه اللي هيحصل فيه بعد كده. طبعا نتكلم عن نظام مين؟ السياسي عندنا. ايه اللي حصل في النظام مين؟ السياسي. طيب يلا يا باشا. دلوقتي بقى اسكندر وهو ماسك الحكم. نشوف بقى كده يلا معايا. نيجي بقى نخش على الجزئيه الثانيه اللي هنتكلم فيها عن حضاره مين؟ الهيلينستينيه. الحضاره الهيلينستينيه كان اسكندر اكبر يهدف الى تكوين حضاره جديده تجمع بين مزايا الحضارات العريقه والحضارات مين؟ اليونانيه. سميت اسمها الحضاره مين؟ الهيلينستينيه. لتحقيق ذلك عن طريق ايه بقى؟ هو دلوقتي عايز يعمل مزيج من الحضاره المصريه والحضاره الاغريقيه. هيعمل ايه بقى؟ اول حاجه فتح الابواب على مصراعيه امام اليونان اللي كانوا فيه. يعني خلى اليونان ييجوا على مصر يكونوا هناك ايه؟ حضاره. 2. طب اليونان لما جم على مصر لازم يعملوا ايه؟ مدن جديده ليهم كمدينه اسكندريه وغيرها عشان تصبح ايه؟ مركز لنشر الحضاره الاغريقيه اللي هي حضاره جديده وطبعا نشرها في كل انحاء العالم. فاستفادت الحضاره الاسلاميه من حضاره بدر عريقه واستمرت لحد دوله البطالمه. تعالوا بقى نعرف ايه دور البطالمه في النواحي كلها. بص معايا بقى كده. اول حاجه عندنا في الحياه السياسيه، حكم البطالمه في مصر من خلال الحكم الملكي الذي ورثوه عن ملوك مين؟ الفراعنه. يبقى هم اتورثوا يبقى طبقوا نظام الحكم الملكي اللي ورثوه عن مين؟ الفراعنه. فعمل على ايه بقى؟ قام ان الملك الحق في تملك ما يشاء. فاصبح الملك يتملك كم سلطه عندك؟ 4 سلطات: تشريعيه، تنفيذيه، قضائيه، دينيه. ليه؟ لان يعتبر الملك هو ايه وايه؟
ملك وإله في نفس الوقت. يبقى ملك ايه وايه يا شباب؟ ملك وإله في نفس الوقت. 2 كان بيساعدوا على الحكم وزير ايه؟ المالية وكبار مين؟ القضاء. يبقى اللي بيساعدوا على الحكم مين يا شباب؟ وزير المالية وكبار القضاء. طب الحالة الاقتصادية بقى، عشان يسيطروا على الاقتصاد طبقوا بطلنا نظام اسمه نظام مين؟ الاحتكار على الحياة الاقتصادية. زي ايه وايه؟ الزراعة والصناعة والتجارة. بهدف ايه بقى؟ بص معايا كده. بهدف عايزين يعملوا ايه بقى؟ بيقول لك عشان يجعلوا الدولة قوية تساعد على التأثر فين؟ في سياسات العالم. يبقى هم طبقوا نظام احتكار في الزراعة والصناعة والتجارة عشان يقدروا يسيطروا على ايه؟ العالم كله، عشان يسيطروا الدولة على جميع الحياة الاقتصادية. يبقى كده اسمها سيطرة ايه؟ السيطرة على الاقتصاد الدولة. فعملوا ايه بقى في الزراعة؟ ركز معايا بقى كده يا باشا. اول حاجة عملوها في الزراعة اهتم البطالمة بالزراعة، باعتبارها هي الركيزة الأولى للاقتصاد المصري. فعملوا بإيه؟ أول حاجة إصلاح نظام الري، شق القنوات وإقامة الجسور. إصلاح نظام إيه؟ إصلاح نظام الري، شق القنوات، إقامة الجسور. 2 استصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. 3 استخدام وسائل الري حديثة مثل مين؟ السقية والطنبور. فين السقية؟ واللي بترفع المية، أنت عارف دي. اتبعوا نظام الدورة مين؟ الزراعي. ليه؟ للحفاظ على جودة الأراضي وخصوبتها. يبقى هم اتبعوا نظام دورة زراعية جديدة اللي هي البذر والفيضان والحصاد. الاهتمام بمحاصيل زراعة المحاصيل، القمح والذرة والشعير. استخدموا أنواع جديدة من الفاكهة، خاصة مين ومين؟ العنب والتين والرمان والمشمش. بس انقسمت الأراضي إلى 5 أنواع من الأراضي. أول نوع عندنا 5 أنواع. أرض للملك بيمسكوها من ملوك الفراعنة إلا جانب ملوك البطالمة. يبقى هم خدوها من ملوك مين؟ ورثوها من ملوك الفراعنة. ورثوها عن يبقى أنت عندك أراضي الملك. أراضي مقدسة اللي هي مين؟ للكهنة والمعابد. الكهنة ومين يا شباب؟ المعابد. طب أراضي القطاعات العسكرية ادوها لمين؟ للجنود المتسقة المغرق، مقابل إن اعتماد عليهم البطالمة فين؟ في تكوين جيشهم. أراضي الهبات اللي هم يمنحوها بطالمة لكبار مين؟ موظفينهم. أراضي المدن انقسم لكام أرض بقى؟ 3. نقراطيس واسكندرية وبطلميوس. يبقى نقراطيس، اسكندرية، بطلميوس. يبقى عندك كده كام أرض؟ 5 أراضي. ملك مقدس، قطاعات، هبات، مدن. طب الصناعة بقى عملوا فيها ايه؟ بص بقى معايا كده. بيقول لك ربطت الصناعة بالزراعة ازاي؟ ان هو بدأ يصنع عندنا العديد من الصناعات، اهمها مين؟ الزيوت، الفخار والزجاج، التعدين وقطع ايه ومنسوجات، وعندي الجلود، وعندي مين؟ الورق والنبات الوردي. يبقى ده يصنعوا ايه وايه بقى يا شباب؟ زيوت، فخار، تعدين، منسوجات، جلود، ورق من النبات الوردي. يبقى ده اللي عملوه فين؟ عندك في الصناعة. طيب لو كده بقى دخلنا على التجارة، عملوا ايه في التجارة؟ بص معايا بقى يا باشا. اصدار التجارة عندنا ليه؟ بيقول لك اصدار التجارة نتيجة ايه؟ موقع الجغرافي المتميز ان مصر تقع في قلب العالم. 2 انت عندك نشاط الزراعة والصناعة مزدهر مش مزدهر؟ اه طبعا مزدهر. يبقى نتيجة اصدار الزراعة والصناعة ادت الى اصدار مين؟ حركة التجارة. فبدأوا البطالمة يهتموا بالنواحي التجارية. عملوا ايه بقى؟ انشاء الموانئ على سواحل البحر الاحمر المتوسط، اقامة الترسانات لبناء السفن، بناء المنارات لإرشاد السفن مثل منارة اسكندرية تقام اهي 4 طبقات بتستخدم في إرشاد مين يا جماعة؟ السفن في البحر. تنظيم شؤون الجمارك. خدي بالك كمان عملوا حاجة جديدة قوي عندنا في مصر. احنا ما كناش عندنا حاجة اسمها عملة، كان عندنا التجارة بتاعتنا ايه؟ مقايضة، تبديل سلعة بسلعة. فتم سك العملة، تسهيل ايه؟ التبادل التجاري. يبقى رقم 1 انشاء الموانئ، انشاء الترسينات، بناء المنارات، انشاء العملة المصرية، وتنظيم حركة بين الجمارك. فانقسمت عندنا التجارة إلى تجارة ايه وتجارة ايه؟ تجارة داخلية وتجارة خارجية. التجارة الداخلية ان احتكمت الدولة ورقبتها على ايه؟ الاسواق. يبقى يجي يقول لك ليه اصدار التجارة الداخلية؟ نتيجة ايه؟ نتيجة مراقبة الاسواق. 2 مراقبة الاسعار. اتبعوا اساس مين؟ الاحتكار.
يبقى تاني يبقى رقابه الاسعار تحديد الاسعار عن طريق ايه؟ سياسه الاحتكار. اما بقى التجاره الخارجيه انتعشت نتيجه ايه؟ انشاء المواني الطبيعيه لطرق البحر الاحمر المتوسط، فاصبحت ميناء اسكندريه من اكبر الموانئ الموجوده فين؟ في العالم القديم. يبقى احنا كده عرفنا ان التجاره الداخليه والخارجيه بداوا يزدهروا نتيجه ايه؟ انشاء المواني، وعندك هنا الرقابه والاسواق والاحتكار. طيب نيجي بقى نخش على الجزئيه ايه الثانيه بعد الانشطه الاقتصاديه، نخش على الجزئيه الثانيه اللي هي ايه؟ الحياه الاجتماعيه. المجتمع بقى عندنا طبعا اراد الاغريق والكسبه معايا عايزين يعملوا دوله قويه تقوم على اسس شرقيه، يعني عايزين يعملوا دوله بطلميه في مصر بس على اسس شرقيه. ايه اسس شرقيه؟ اللي هي المصريه، بس هنضيف شويه حاجات من اليونان مع اضافه الصبغه اليونانيه. عن طريق عملوا ايه؟ ركز بقى معايا كده. اول حاجه الظهور امام رعايتهم من المصريين، بيظهروا امام المصريين انهم حكام وطنيين. يا سلام، احنا ناس كويسه وجميل جدا. يبقى اول حاجه عشان سيطرتهم انهم يظهروا نفسهم امام مين؟ المصريين حكام وطنيين. 2 فتحت الابواب على مصراعيهم امام الاجانب، خاصه مين؟ المقدونيين والاغريق اللي هم يجوا في مصر. ليه؟ كان اعتماد عليهم كأعوان مخلصين في تكوين دوله بطلميه. عايزين نعتمد عليهم ان هم ياسسوا معانا دوله بطلميه حديثه. شفتوا الحجه؟ اما اليونان والاغريق لو جم من اليونان هيساعدونا في انشاء دوله حديثه بطلميه. يا سلام. 2 هيبقى معاهم فلوس وخبرات باحدث اسلحه اقتصاديه، عشان كده نشجعهم. وفعلا جم على مصر. فلما جم على مصر انقسم المجتمع الطبقي في مصر الى كام طبقه؟ عندك 3. اول حاجه عندنا بقى ايه؟ طبقه المقدونيه، اللي هي طبقه مين يا شباب؟ المقدونيين. ودول تمتعوا بايه؟ بيقول لك دول تمتعوا ب وظائف، مسكوا وظائف ايه؟ عليا في الدوله. يبقى شجعهم على الاستقرار في مصر واختصوا بالوظائف مين؟ العليا، مسكوا كل الوظائف العليا. فما لما مسكوا الوظائف احنا عارفين ان في اراضي ايه؟ للموظفين، يبقى ادوهم ايه؟ المنح والهبات، اللي هي اراضي ايه؟ اراضي للهبات اللي هم الموظفين اللي بيشتغلوا. جميل. طيب مين الطبقه الثانيه بقى؟ مش المفروض المصريين؟ لا، ده يهود. طب هم يعملوا ايه؟ كونوا جاليه كبيره في اسكندريه، قعدوا في اسكندريه. طب لما قعدوا في اسكندريه تمتعوا بوضع اجتماعي متميز، فاشتغلوا بحرفه ايه؟ تجاره اعمال مصرفيه اقراض. يشتغلوا بحرفه ايه؟ تجاره اعمال اقراض. تجاره اعمال ايه؟ اقراض. يبقى مسكوا تجاره ومصرف وقروض. المصريين بقى اهل البلاد والاغلبيه السابقه وعمود الاقتصاد، باعتبارهم ايه؟ ايدي عامله. هم الايدي العامله في الدوله. الايدي العامله فين؟ في الدوله. طيب نيجي بقى نخش على معامله اليونان. ركز بقى معايا عشان دي مهمه قوي جايه. طبعا مشكله اليونان ان هم كانوا بيعاملوا المصريين بنظره تعالي. انت مين انت؟ يعني انت مجرد ايدي عامله ما شغاله. بينظروا اليونان نفسهم المصريين بنظره ايه؟ تعالي، شامين نفسهم، رافعين مناخيرهم اللي فوق اليونان. فتغيرت النظره امتى بقى؟ منذ عهد بطلميس الكام؟ الرابع. وده مهم جدا يا جماعه. عمل ايه بقى؟ اخذت الدوله ان تفسح المجال للمصريين هم يبداوا يشتغلوا. مش احنا عندنا اللي كانوا ماسك وظائف اللي هم مين؟ اليونان. المصريين ما بيشتغلوش، يعني ايدي عامله بس بيشتغلوا في الارض الزراعيه. لا، اللي هم يتولوا وظائف عليا واجبروا المصريين على تعليم اللغه مين؟ اليونانيه. فلما تعلموا اللغه اليونانيه اصبح بقى عندنا مصريين يشتغلوا ايه؟ كمحاربين وكموظفين. يبقى يجي يقول لك بقى اصبحت المصريين يشتركوا في القوات العسكريه اليونان منذ عهد بطليموس الكام؟ اول، تاني، رابع، خامس. هتقولي مين؟ الرابع. ليه؟ انهم فتح لهم مجال يشتغلوا وتعلموا اللغه مين؟ اليونانيه، واشتغلوا في الجهاز الاداري. فنتيجه لذلك ظهر تواصل اجتماعي. يبقى ظهر تواصل ايه يا شباب؟ اجتماعي. التواصل الاجتماعي بقى اللي ظهر ان تاثر البطالمه اليونان بكثير من مظاهر الحياه مين؟ المصريه. فتعلموا اللغه مين؟ المصريه. وعبدوا الالهه مين؟ المصريه. واتخذوا اسماء ايه؟ مصريه. يبقى البطالمه تاثروا وتعلموا ايه وايه؟ لغه مصريه، الهه مصريه، اسماء مصريه. يبقى تعلموا ايه يا شباب؟ لغه، اسماء، وعبود الالهه. فظهر تاثير بقى. نخش على الجزئيه المهمه اللي بعدها بقى جاي. فظهر تاثير الحياه الدينيه عند المصريين، وعرفنا ان البطالمه برضو هيسعوا انهم يكسبوا المصريين عن طريق دي، زي عمنا مين؟ اسكندر اكبر اللي هو احترم الديانه المصريه. جميل.
يبقى أدرك البطالمة أهمية العقيدة إيه الدينية عند المصريين، فعملوا إيه؟ نتيجة لذلك عملوا إيه؟ التزمت سياستهم بالتسامح الديني واحترام الدين المصري عن طريق إيه؟ تقديم القرابين للآلهة المصرية يشبه عمنا مين؟ اسكندر. 2 إعادة التماثيل للآلهة المصرية استوى عليها مين؟ الفرس أثناء احتلالهم. قلت لك الفرس ما كانوش بيحترموا الديانة، يبقى هم عملوا حاجتين بطلنا. وهنا يشبه عمنا مين؟ الاسكندر الأكبر، تقديم القرابين رجع التماثيل. فأنشأت البطالمة العديد من المعابد على صعيد مصر على التراث مين؟ المصري، وإيه؟ وصوروا أنفسهم على إيه؟ بملابس الملوك الفراعنة يقدمون القرابين للآلهة. كل ده عشان إرضاء الشعب المصري، كل ده عشان الشعب المصري ما ينزلش يعمل ايه؟ ثورات ضد البطالمه. شفت الذكاء؟ عشان يدمروا دولتهم في مصر، عشان يقعدوا في مصر فتره اطول. فعملوا معابد، من ضمن المعابد اللي موجوده حتى الان وموجوده حتى الان دلوقتي معبد مين؟ فيلة. ومعبد مين يا باشا عندك؟ إدفو. يبقى فيلة والإدفو. يبقى البطالمة احترموا الديانة المصرية عشان تثبيت ايه؟ حكمهم، عشان المصريين ما ينزلوش يعملوا ثورات ضدهم، عشان يطولوا فترة دولة البطالمة فين؟ في مصر. لحد ما جت الحياة الثقافية. خدوا بالكم البطالمة هم قاعدين بقى في مصر تأثروا جدا بالمصريين، والمصريين برضه تأثروا بايه؟ بالعلم بتاعهم. فعملوا ايه البطالمة؟ قال له اهتموا البطالمه بالعلم، فجعلوا اسكندريه تحتل مركز الصاعده وتتفوق على مدينه ايه؟ اثينا. مش احنا عارفين اثينا في اليونان كانت اكبر دوله في التعليم وفي العلم. اسكندريه اصبحت اكبرها. فاهتم البطالمه بانشاء دار ايه؟ جامعه الاسكندريه ومكتبه اسكندريه لانشاء اكبر اثر جذب مين؟ العلماء والدارسين من شتى انحاء العالم في مختلف البلاد. يبقى ينشأوا ايه؟ جامعه اسكندريه ومكتبه مين؟ اسكندريه. جامعه ومكتبه، جامعه ومين يا شباب؟ ومكتبه. فلما انشأوا جامعه اسكندريه بقى تخرج منها علماء ايه؟ كثيرون. مين بقى العلماء الكثيرون بقى؟ الفلك، الرياضه، الطب، الجغرافيا، التاريخ، الادب. طيب بصوا معايا كده في مين هم بقى. يلا معايا. اول علم عندي اسمه علم مين؟ الفلك. تخرج الفلك على يد علم رياضي اسمه مين؟ ارسطرخوس. يبقى مين اشهر علماء الفلك؟ اسمه مين؟ ارسطرخوس. ايه؟ ارسطرخوس. ده اسمه رخيم قوي المسادير. معلش يا حبيبي هنقسمها، ما فيش مشكله. اسمه مين؟ ارسطرخوس. ده عمل ايه بقى؟ اول من قام بدراسه انسب ايه؟ حدد حجم مين؟ الشمس والقمر والارض. يبقى حدد حجم مين يا شباب؟ الشمس، القمر، الارض. 2 الرياضه. بلغت دار العلم اسكندريه شأنا كبير، فعمل تخرج منها مين؟ علماء كثير المسلمين. اقليدس وضع اصول كتاب الاصول في مجال الهندسه الرياضيه. يبقى مين صاحب علم الهندسه؟ اقليدس. طب مين صاحب قانون الطفو؟ ارشميدس. تاني يبقى الفلك ارسطرخوس، الهندسه اقليدس، عندي الطفو ارشميدس. طب الطب بقى عندي مين؟ هيريفوس. ده عمل ايه هيريفوس ده؟ طبعا عمل حاجه حلوه قوي. هيريفوس ده بقى ده اكتشف حاجه جديده في الطب. ايه هو اللي اكتشفها؟ بيقول لك كان في عالم من ابرز علماء الطب والتشريح واكتشف حاجه اسمها الدوره مين؟ الدمويه، واستخدم اداء لقياس سرعه مين؟ النبض. وبرع علماء اسكندريه برضه في التشريح والجراحه. يبقى مين اشهر علماء الطب؟ اسمه مين يا شباب؟ هيريفوس. هيريفوس ده يا شباب من علماء الطب والتشريح، واكتشف حاجه اسمها الدوره مين؟ الدمويه. اما بقى الجغرافيا، عمل ايه في الجغرافيا؟ بص معايا في الجغرافيا. شهدت الجغرافيا اهتمام كبير من جامعه مين؟ اسكندريه. فتخرج عملوا ايه بقى العلماء اللي هم بطلنا في اسكندريه؟ توصلوا علماء كثير من حقائق والمبادئ العلميه الجغرافيه. منها ايه بقى؟ نظريه دوران حول الشمس وقياس محيط الكره الارضيه. يبقى من النتائج المترتبه على علماء علم الجغرافيا عملوا ايه؟ قدروا يقيسوا دوران حول مين؟ الشمس، قياس محيط الكره الارضيه. التاريخ. تمكن المؤرخ المصري مين؟ مينوتون من كتاب تاريخ مصر القديم باللغه مين؟ اليونانيه. فقسم تاريخ مصر كام اسره؟ 30 اسره، وهو التقسيم طبعا في عصرنا. يبقى قسم تاريخ مصر كام اسره يا شباب؟ 30 اسره. يبقى انت عندك من اشهر علماء التاريخ اسمه مين؟ مينوتون. قسم تاريخ مصر كام اسره؟ 30 اسره. طيب عندك مين تاني بقى؟ الادب. اخر حته عندنا. شهد الادب ازدهار كبير اطلق عليه الادب مين؟ اليوناني. في عصر بتاع اسمه ادب مين؟ الاسكندري. اسمه يا شباب الادب مين؟ الاسكندري. يبقى اليونان عشان عايشين البطالمه اليونان كانوا عايشين في اسكندريه،
فاطلق عليه ادب مين؟ اسكندريه. ومن اشهر انجازات ادبيه شعر ملحمه مين؟ هيريموس، والتاريخ مين؟ هيرودوت. يبقى مين اشهرهم؟ عشان دول كلهم على فكره اغريق وكلهم جم في مصر وعملوا اشعار عادي. من ضمنهم شعر مين؟ ملحمه هيريموس، وتاريخ مين؟ هيرودوت. وبكينا كده خلصنا جميع الشخصيات ودولة بطالمة. يا رب تكونوا استفدتوا من هذه المراجعة أو من هذا الدرس الشرح، على حسب انت تشرح تتفرج على الشرح أو تتفرج على المراجعة. يا رب تكونوا استفدتوا منها إن شاء الله وأنتعتوا بيها. أقابلكم إن شاء الله في درس جديد بأمر الله إن شاء الله الأسبوع الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.